يعني هنا يعني نفرق ما بين السلوك اللي تحول الى فعل ثم استمرارية الفعل، ان الفعل ده بقى فعال ومستمر ومستقر يعني، والحدث. يعني حدث الناس دايما ما بتفرقش ما بين الاثنين، الفرق ما بين الحدث والفعل يعني. فده حدث، حاجة يعني حصلت وخلاص وعابرة وخلصت. انما لو استمراريتها في اماكن مختلفه زي المدرسه، البيت بتاع ده، بنقول كده ان الطفل ده شقي الاول قبل ما نصنفه تصنيف، ان الطفل ده عنده شقاوه مفرطه، ويبدا يلجا للمتخصص ويجيلك عند بعد 6 شهور من استمراريه الحدث دي، صح كده؟ لا في حالات جات لي مش قبل، ما هو ما يعرفوش، هم لاحظوا الحاجه بقى لهم فتره. انت بتوجهيهم بقى بتقولي لهم؟ فانا بقى بسالهم بقاله قد ايه، يعني في ناس لاحظت الموضوع ده مثلا لمده سنه، ما كانتش تعرف ان ابنها او بنتها عندهم فرط حركه، كانوا مفسرينها ان هي شقاوه عاديه خالص. بس لما بدات تزيد، لان كل ما الطفل بيزيد كل ما حركته بتزيد، وكل ما الطفل وهو صغير كان عنده تشتت انتباه، كل ما بيكبر بنلاحظ عليه ان هو عنده تشتت انتباه، فالاعراض بدات نلاحظها اكتر، فبالتالي الام بتلجأ لينا. طب سؤال صغير معلش، عشان يعني انت عارفه يعني العبد لله جاهل شويه. لا ابدا. لا استني بس اصبري. فدلوقتي هي شافت الشقاوة فقررت تجيلك، صح؟ طب لو ما عملتش كده؟ لا ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه تضاعفات الامر؟ لهدف كده يعني، سيب الاسئله تيجي مع بعضها، ده انا هنوصل. ما انا بقول لو هي ما عملتش كده اكيد هيحصل مصيبه. ايه المصيبه؟ ايه بقى؟ ايه اللي هنعمله؟ لا ما هو الاضطراب موجود وبيزيد ومفيش حد ليه، يعني ما بيتعالجش. هيوصل لايه الولد؟ لا هيوصل لحاله ان هو عنده شده في اضطراب فرط الحركه، عنده شده في الاندفاعيه، سلوكه بقى يبقى عنيف مثلا بتاع. الاعراض هتبقى بقى ما شاء الله، يعني يضر نفسه. يضر نفسه ويضر اللي حواليه كمان. الموضوع بيزيد معاه كل ما الطفل بيكبر واهله ما يعرفوش، او الطفل نفسه يعني ما بنتصرفش معاه كجلسات او كعلاج في البيت او الكلام ده كله. انا هشرح لحضرتك الموضوع اكتر باستفاضه، بس لو احنا ما لحقناش فعلا الحاله وبدانا ان احنا نأهلها، الموضوع هيتفاقم معانا.